نعم، صباح الخير حمزة، صباح الخير لكل مشاهدي قناة الحياة الجزائرية. نحن متواجدون مباشرة من المجلس الشعبي الوطني، أين أحيا اليوم الغرفة التشريعية الثانية الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. هذه المناسبة التاريخية التي يحتفل بها الشعب الجزائري لاسترجاع إذن أهم الأحداث التي وقعت في الفاتح نوفمبر. كان إذن السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني قد تجول في معرض نظم في الغرفة التشريعية الثانية رفقة نواب المجلس الشعبي الوطني، أين كانت له المناسبة لإلقاء كلمة بمناسبة حلول هذه الذكرى التاريخية المجيدة التي يحتفل بها الشعب الجزائري، وهي مرور 67 لاحتفال بهذه الذكرى التاريخية. إذن مزيدا أو للحديث حول هذه الاحتفالية التي نظمت مباشرة من المجلس الشعبي الوطني اليوم، يحضر معي السيد بخوش الصديق، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس لجنة المالية والشؤون الميزانية الغرفة التشريعية الثانية. صباح الخير سيدي. هل إذن اليوم نظم المجلس الشعبي الوطني إذن احتفالية بهذه المناسبة مرور 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة؟ هل لكم أن تحدثونا وتعطينا تفاصيل حول هذه الاحتفالية؟ شكرا جزيلا. أولا ذكرى 67 لاندلاع الثورة المجيدة هو يقام في كل سنة بالمجلس الشعبي الوطني كبقية المؤسسات الدستورية وبقية مؤسسات الدولة، فهي تحتفل بهذا التاريخ، هذا التاريخ الرمزي، هذا التاريخ الذي نستذكره في كل سنة، لأنه ذكرى عزيزة علينا وعلى كل الشعب الجزائري، لأنه فقدنا 1.5 مليون شهيد، ليس بالرقم الهين، لتحرير هذه الجزائر وتصبح مستقلة وحرة وذا سيادة. اليوم وفي هذه الظروف التي نشهدها بالرغم من كل الهجمات التي تتعرض لها الجزائر، إلا أن الجزائر في كل مرة تؤكد على أنها مستقلة ولها سيادة ولها قرارات سياسية تخصها، ولا تترك أي إنسان أو أي دولة أو أي كيان يتدخل في شؤونها الداخلية. فالجزائر تستقر وتزدهر بفضل رجالها ونسائها وبفضل كفاءاتها وبفضل دبلوماسيها. وبهذا الإطار بطبيعة الحال نؤكد على هذا التاريخ الرمزي الذي لن ننساه ولن ينساه أجيالنا في المستقبل، وسوف نبقى محافظين على الاحتفال بهكذا احتفالات، وذلك من خلال برنامج مكثف وبرنامج ثري يقام طيلة الأيام الفارطة، وهو متواصل في الأيام القادمة إلى غاية الاحتفال الرسمي يوم 1 نوفمبر بهذا التاريخ العظيم. وكما تلاحظون وتستشهدون بأنه مؤخرا في ولاية وهران تم إعادة دفن 22 من رفاة الشهداء، وهذا ما يدل على أن هناك الكثير والكثير من الشهداء الذين لا زالوا تحت الأرض ومجهولي مكان الدفن أو مجهولي المجازر الذي قامت بها فرنسا تجاه الشعب الأعزل، تجاه الشعب الذي قال نريد حريتنا ونريد استقلالنا، فعذبتهم وقتلتهم واستنكرت بجثثهم وأغفلت حتى مكان دفنهم إن كانوا دفنوا في الأصل. كل هذه المجازر التي وقعت في حق الشعب الجزائري هي ضد الإنسانية يا جماعة، هي ضد كل مشاعر الإنسانية. وبالتالي نحن دائما لازلنا وسنبقى في مواقفنا بأن الجزائر لها سيادتها الوطنية، ولا نريد أي جهة من جهات أن تضغط علينا أو تتدخل في شؤوننا الداخلية، فنحن أحرار في دولة حرة، في دولة مستقلة. والسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني سي إبراهيم بوغالي مشكور على هذه الالتفاتة التي قام بها هذه الصبيحة من خلال تنظيم هذا المعرض الثري من الصور والكتب التي تعبر عن طموحات الشعب، والتي تعبر وتجسد بطبيعة الحال وتذكرنا
الحروب والمعارك التي جرت إبان الحقبة الاستعمارية، ولنقف على مدى إسهام المؤرخين والمنظرين وكل الأساتذة الباحثين من خلال الكتب التي ألفوها ومراكز البحث التاريخية التي قامت بإثراء ما كان في الحقبة الاستعمارية، وهو دليل مادي ودليل علمي سيبقي على هذه الذاكرة في أذهاننا وللأجيال المستقبلية. وهو مشكور كذلك على الالتفاتة التي قام بهذا اليوم، ومن خلال هذه الوقفة نتوجه إلى الشعب الجزائري بهذه الذكرى. طيب. ونقول بأنكم أحرار في وطن حر، في وطن مستقل، لن نتأثر بأي جهة كانت تريد المساس بالمسلمات والحريات وكل ما يمس الشعب الجزائري فنحن له بالمرصاد. شكرا. طيب حسيبة أرقام، إذا كان ممكن سؤال لضيفك. حمزة، هل من سؤال من الاستوديو تود ربما الاستفسار عنه حمزة؟ نعم، ضيفك تحدث عن مخاطر كبيرة تتعرض لها الجزائر في هذه الأثناء، والجزائر تحيي اليوم الذكرى 67 اندلاع الثورة المجيدة. طيب، في ظل كل هذه المعطيات التي تحدث عليها ضيفك، ما هو دور المجلس الشعبي الوطني اليوم في مجابهة كل هذه الضربات التي تأتي من الخارج حسيبها أرقام؟ نعم سيدي، ربما هناك سؤال من الاستوديو، يعني في ظل المعطيات التي تحدثتم عنها الآن سيدي، يعني المخاطر، إذن دور المجلس الشعبي الوطني اليوم في مواجهة كل المخاطر ربما التي تأتينا من الخارج؟ هو لابد من التركيز على شيء وحيد وهو أساسي، هو المجلس الشعبي الوطني لابد أن يؤكد في كل مرة على وحدة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. هذا هو الشيء الأساسي والقاعدي لنكون متمسكين بخلفياتنا التاريخية ونتركها كقاعدة أساسية لنظرتنا في المستقبل. أما ربما الزميل يوحي لأنه هناك كلام عن قانون تجريم الاستعمار وما شابه ذلك، فنحن بطبيعة الحال لما يأتينا قانون من قبل هذا النواب أو من قبل الحكومة في حد ذاتها، خاصة من قبل وزارة المجاهدين، فنحن لن نتوانى دقيقة في تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه لتكون كرد صريح على كل من يتطاول على الجزائر. نعم سيد بخوش صديق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن حمزة، إذن أعيد أن المجلس الشعبي الوطني نظم اليوم احتفالية بمناسبة مرور الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. إذن الشعب الجزائري يسترجع إذن ذكريات هذه الثورة، التضحيات التي قام بها شهدائنا الأبرار. كانت هناك كلمة قوية لرئيس المجلس الشعبي الوطني الذي وجه كلمة للشعب الجزائري على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية، والجزائر دائما تبقى آمنة ومستقرة. نعم، شكرا جزيلا لك حسيبة أرقام.